زمان أول كل شهر كانت الست تنزل بالشنطة اللي كانت موجودة في السوق ساعتها، الشبكة والقماش اللي بإيد حديد والبلاستيك، وواخدة معاها بطاقة التموين، وكانت ساعتها دفتر ورق وعليه اسم صاحب البطاقة وعدد أفراد الأسرة، وترجع بخزين البيت كله. فكرة بطاقة التموين بدأت في الأربعينات والخمسينات، بس بكونات للجاز والبنزين بس، أيام ما كان الوابور هو البوتاجاز والسخان والميكرويف والكاتل ولمبة الجاز والكلوب مكان اللمبات في البيوت والشوارع. ومع الوقت البطاقه اتطورت وبقى يتصرف عليها سكر وزيت ودقيق وصابون وشاي وفراخ. السكر كان بيتعمل من القصب وكان بيجي في اكياس قماش او ورق او مكعبات في علب كرتون، وده كنا بنجيبه للضيوف وكنا بنتسلى عليه. والشاي كان بيجي في بواكي ورق زي شاي الوزه وشاي شيمتو وشاي الشيخ الشريب والبراد الازرق، وكان ليه طعم ما يتنسيش في الشاي بلبن. وصابون الغسيل والمواعين كان الشمس والاهرام. وفي التسعينات كان في صابون زيست للوش والحموم وريحتهم كانت بتقلب البيت. اما الرز كان بيجي سايب وبيتنقى بالساعات من الطينه والدنيبه. وزيت التموين كان بيجي في ازايز بس كان فيها بركه. اما الفراخ كانت بتتصرف مجمده من مجمعات الاهرام بعد وقفه في طابور طويل. حتى كسوه الشتاء والصيف ما كانش يعدي شتاء الا لما يتصرف بالكوبونات بيجامات كاستور مستورده مدعمه او قماش بالمتر على حسب اعداد الاسره، وبيتصرف من صدناوي وشيكوريل وبنزيون وشركه باقي المصنوعات. والصيف كمان كانت برضو بيجامات مستورده اللي مفيش ولد ولا بنت في الثمانينات الا لما البسها بكل الواناتها، نفس الماركه ونفس الشكل. علشان كده كنا كلنا شبه بعض، نفس البيوت ونفس اللبس ونفس الاكل ونفس الحياه.